بيبدأ الفيلم بنيك وصاحبه بيلي وهما رايحين يعملوا صفقة بيع مع عميل قديم. بيدردشوا مع الراجل ويهزروا، وبعدها بيفتحوا شنطة جواها ساعات اللي هيبيعوها. الراجل مبهور لكن هو متفاجئ. انتوا شركتكوا قفلت يا ابني، انا بحسب انتوا عازميني على العشاء كنوع من المحبة والايام القديمة وكده. بيلي ونيك اتصدموا من كلامه وراحوا جري على شركتهم، بيزعقوا مع المدير وازاي تبعتنا نبيع للناس وما تعرفناش انك هتقفل الشركة. المدير بيقول لهم ان كده كده البيعة ما كانتش هتتم وخلاص محدش بقى يلبس ساعات زي الاول. بيلي بيقول له الكلام ده مش صح، السوق شغال عادي. المدير بينده للسكرتيره بيقول لها الساعه كام معاكي؟ بتبص للموبايل وبتقول له الساعه 10. المدير بيتريق اهي، عندها 75 سنه وبتستخدم موبايل مش ساعه. بصوا يا جدعان، انتوا بياعين شاطرين ما اقدرش انكر دوت، لكن انتوا زي الديناصورات القديمه وقتكم عدى وفات. فشكرا لخدمتكم وربنا معاكم. بيطلعوا من الشركه ومش عارفين هيعملوا ايه. بيلي بيروح، ولما خطيبته عرفت اللي حصل لشركته بتنفصل عنه. ونيك بيقعد مع اخته في ماتش كوره لابنها وبتقول له يشتغل مع جوزها. نيك كان متردد ومسمي جوزها ابو تاتو، وبعدها بينزل يتكلم مع المدرب لكن بيتعارك وبيتضرب. بيلي بيقابل نيك وكل ما يفكر ان اليوم خلاص هيتعدل يلاقيه بقى انيل وانيل، وان جيلنا اتظلم، قالوا لنا ادخلوا الكليه وهات درجات كويسه وهتشتغل بعدها وبتاع. عملنا كل ده وفي الاخر اخدنا ايه؟ ولا حاجه. نيك مستغرب لان هما ما دخلوش كليات اساسا. فبيلي بيقول له انا بتكلم نظريا يا عم، بتكلم نظريا يا جدع. نيك بيقرر انه هيشتغل مع جوز اخته، وبيل مش مصدق ان حالتهم وصلت للدرجه دي. فبيدخل على النت يدور على شغل في المبيعات لكن مش لاقي حاجه عدله. ولما شاف لوجو موقع جوجل قدامه عمل سيرش على شركه جوجل ذات نفسها. وتاني يوم بيروح لصاحبه نيك بيفهمه ان في فرصه شغل في جوجل. نيك بيقول له يا ابن اللعيبه، لقيت شغلانه في جوجل؟ لكن جوجل ايه اللي هتشغلنا دي شركه تقنيه واحلى طول الله في مرسيبه. بيل بيفهمه ان لسه في انترفيو لفرصه تدريب هناك. نيك بيقول له انت جاي تنرفزني يعني؟ عايزني اسيب الشغل هنا عشان اروح اعمل انترفيو ويمكن اتقبل ويمكن لا. بيل بيكلمه بقى ايه وبيقنعه بطريقته. فجوز اخته جاي يتكلم معاه وعمال يرازي فيهم. نيك بيقول له انا جبت اخر منك بالتاتو بتاعك دوت اللي مش مفهوم منه حاجه. بيمشي هو وبيل يروحوا مكتبه عشان يستخدموا الكمبيوتر ويعملوا انترفيو. المقابله بتبدا وبيل ونيك مش فاهمين انها بدات وعمالين يهبدوا بالكلام ويقربوا من وش بعض عشان يطلعوا في الكاميرا. الراجل بيقول لهم على فكره احنا سامعينكم وشايفينكم كويس، ومستغرب ان هم في مكتبه. بيقول لي بيل انت كاتب ان معاك لغه سي بلس بلس للبرمجه. بيل بيهبد ويقول له هي سي بلس واحده على فكره، البلس التانيه دي انعكاس للوضع، زي ما تمسك اللبايه كده في ايدك وتقشرها قبل ما تاكلها. الراجل بيبص له كده اللي هو ايه ده، هو في ايه؟ الست بتسالهم انتوا متخرجين من جامعه فينيكس؟ دي فين دي؟ اول مره اسمع عنها. بيقول لها دي من اقدم المؤسسات واحنا فخر جامعه فينيكس. الست بتقول لهم ماشي ماشي، هنسالكوا شويه اسئله ممكن تبان ان هي غريبه. لو حجمك صغر وبقى قد الجنين معدن ووقعت جوه خلاط هتعمل ايه عشان تطلع؟ بيل بيقول ده الموضوع سهل جدا، اول حاجه تعملها هتريح على ظهرك وتمدد رجلك وتتفرج على الخلاط وهو عمال يلف يلف وتلف معاه لحد ما تطلع. بيسالوا نيك انت دارس فيزياء، تقدر تكلمنا اكتر عنها؟ نيك بيقول لهم الفيزياء. شوف انا هكون صريح معاكم ونتكلم جد بقى. احنا بالفعل كنا جوه الخلاط وخسرنا شغلنا وكنا خلاص هنستسلم. فاجابه السؤال بتاعكم بخصوص الخلاط هي لما جينا وعملنا المقابله دي. فاحنا بالفعل طلعنا نفسنا من الخلاط وجينا هنا اهو وبنتكلم معاكم. لو عايزين تعرفوا ايه اللي هيحصل فعلا بعد ما اتنين يطلعوا من الخلاط فادونا فرصه وانتوا مش هتندموا. الناس في شركه جوجل بيشوفوا هيقبلوا مين، فالمسؤول بيقول لهم هم دول الاتنين المهيسين، ايه رايكم؟ واحده بتقول له انت بتهزر اكيد لا، والتانيه بتقول هم شكلهم لطاف لكن ما اعتقدش هوافق. فواحد بيوضح لهم هو الفكره ان احنا هنا في جوجل بننوع الجينات والناس، والهدف هو نلاقي ناس بتفكر بطريقه مختلفه. المسؤولين معترضين على كلامه لكن هو بيصر عليهم وان السي في بتاعهم موضح انهم شاطرين في المبيعات ولسه في امتحان هيتعمل للمتقدمين والحكم النهائي يبقى وقت النتيجه. وفي الاخر بيوافقوا على كلامه وبيقبلوا انهم ييجوا يعملوا الامتحان. نيك وبيل بيوصلوا مقر شركه جوجل ومنبهرين جدا. نيك بيشوف البنت اللي كانت في لجنه الاختيار وبيسالها تعرفي من فين اطلع الزحليقه ديت؟ بتقول له دور بنفسك. بيهزروا شويه وبيعرف ان اسمها دانا. بعدها بينضموا المستجدين اللي هيشاركوا في الاختبار. فواحد راح واقف مع بيل وبيتكلم معاه ومفكر ان بيل من موظفين جوجل وانه حد مهم هنا وعمال يطبل له بقى وبتاع. ولما عرف انه مستجد برضه استغرب لان سنهم كبير، هو بيمشي من قدامهم وبيتنمر عليهم. بيجي روجر المسؤول عن الامتحان بيوضح ان دي مش هتكون منحة عادية، لكن الامتحان ده محتاج اكتر من كده، محتاج انك تبقى متجوجل. الناس بتضحك على الكلمة لكن هو بيوضح انه مش بيهزر، وان الجوجلة هي اللي بتخلي موقع محرك للبحث زي جوجل يبقى موقع محرك للتغيير.
وبيوضح ان انتوا هتقعدوا معانا لحد اخر الصيف وهتتقسموا لكذا تيم وفريق واحد بس هو اللي هيكسب. بيبدا يوضح لهم شويه قوانين من ضمنهم ممنوع اي حد يحب زميلته في الشغل. فنيك بيساله طب لو واحده من قسم تاني قسم اداري وكانت جميله وعينيها حلوه، هو تقريبا يقصد دانا اللي شافها عند الزحليقه، فايه النظام بقى؟ روجر بيقول له برضه لا. بيل بيساله يعني ممنوع الحب هنا؟ قال له ايوه الحب ممنوع، وكل ما يسال سؤال المفروض اجابته تكون بلا. نيك وبيل بيوضحوا ان هم موافقين على السؤال دوت، لكن المدير قفش من بيل وراح قال له انا مندهش منك وانك اكدت شكوكي بالسرعه دي. بيل ونيك لموا نفسهم شويه وبيتكلموا ان اول يوم ما عداش كويس وان مش ده الانطباع الاولي اللي كانوا عايزين يوضحوه. في اليوم التاني الناس بيختاروا تيمهم ومحدش راضي يدخل في تيم مع نيك وبيل، وفي الاخر عملوا تيم للناس اللي محدش راضى بيهم وانضم ليهم واحد من موظفين الشركه. نيك بيتكلم معاه وعرف انه بيحب واحده لكن هي مش شايفاه، وفاهم ان معاه على التابلت بيانات كل الناس في الشركه وكل تحركاتهم والحاجات اللي بيحبوها، فاستغل الفرصه ديت عشان يستنى دانا ويحاول يفتح معاها مواضيع لكن هي منفضاله. وبيبدا اول تحدي في انهم يطلعوا البج والاخطاء من الكود البرمجي اللي قدامهم. التيم بيحاول يلاقي البج وبيل ونيك عمالين يهبدوا باي كلام كالمعتاد، فواحد من التيم عايز يخلعهم فبيشتغلهم ويقول شايفين الراجل دوت اسمه اكس مان، هو اللي عمل الكود، روحوا دوروا عليه واعرفوا منه اكتر. والتانيين صدقوه راحوا يدوروا لقوا راجل قاعد على كرسي متحرك فكروه هو. الراجل جاب اخره منهم وراح ضربهم وشتمهم. بعدها بيروحوا يتغدوا ومش لاقيين مكان يقعدوا فيه، قعدوا مع واحد حاطط سماعات في ودانه وملفظ للدنيا ما بيردش على حد، لكن بيل بيمدحه وان شكله بيعمل شغل مهم. وجا الواد الزياط فضل يتنمر عليهم وان تيمو كسبان وانتوا شويه فشله وتلاقي حتى اللي قاعد دوت فاشل شبهكم. وتاني يوم كان امتحان ماتش كوره وعمالين يخسروا، لكن بيل نده لهم ورفع من روحهم المعنويه بكلامه وكانوا خلاص هيكسبوا، لكن الواد المتنمر لعب بعنف وخسروا. بيل بيقول لهم ما تزعلوش، دي اول مره نلعب سوا كتيم واحد ودي حاجه كويسه وما تتضايقوش. والمدير ملاحظ دوت. نيك بيحاول برضه يظبط مع دانا فبيقول لها لو كنت هعزم حد على العشاء فين احسن مكان قريب ممكن اروح له هنا. دانا بتقول له مش عارفه، وممكن كلامي يكون سخيف لكن انا هنا عشان الشغل وبس، وبتقول له انها عدت ال30 ومش فاضي للكلام دوت وعينها بتدمع. نيك لما لاحظ كده قعد وبيقول لها بالعكس انك تدي وقتك للشغل ده شيء مهم، وانا مش عامل الدكتور النفساني، لكن لما الواحد يصحى من النوم يكون اول حاجه في جدوله هو انه يكون ندمان فده مش شعور حلو. وبيقول لها انا هعمل معاك تحدي، قبل ما امشي من المدينه هعزمك على العشاء. المدير معدي من جنب بيل فبيل بيندهله وبيمسي عليه وبيتكلموا على الماتش بتاع امبارح وان هم خسروا بفرق بسيط، فالمدير بيستفزه وبيعرفوا ان انتوا اتقابلتوا هنا بفرق صوت واحد والشخص ده شايف انه يجي منك، لكن واضح كده انه كان غلطان. بيل عمال ياكل ولا همه وبيقول احيانا الفرصه طويله الاجل هي اللي بتكسب اكتر. بيجي يوم الامتحان الثالث ومطلوب منهم يعملوا ابلكيشن للموبايل. بيل كان معتاد عمال يهبد وبيقترح فكره برنامج الناس تحط فيه صورهم، فالواد بيقول له ده موجود على فكره واسمه انستجرام. بينزلوا يخرجوا ويتفسحوا شويه يهووا على نفسهم لحد ما داخوا. بيل بيسال الموظف اللي معاهم على كذا سؤال في الرياضيات، تربيع مش عارف ايه يطلع كام وجذر ايه يطلع كام، وبيجاوب كويس جدا. نيك بيقول لهم انا لقيت فكره برنامج كويسه جدا، هي لما حد يخرج ويبقى مدروخ من حاجه شربها فقبل ما يبعت رساله او يتصل بحد يظهر له رساله تاكيديه فيها سؤال سريع زي 5 في 5 بكام، لو عرفت تجاوبه يبقى انت في وعيك والرساله تتبعت. الواد الياباني وهو نايم بيقول لهم ايوه اقدر ابرمجها لما نرجع. وتاني يوم المدير راح لهم وعرفهم ان الابلكيشن بتاعكم عجب الناس وتعملوا داونلود اكتر من برامج الفرقه التانيه وده اول تحدي تكسبوه، وبيفرحوا جدا. بيجي مكالمه لبيلي من صاحبه عشان يشتغل معاه في مبيعات الموتوسيكلات لكن بيرفض العرض بتاعه. نيك بيشوف دانا وقدر المره دي يقنعها يتعشوا في مطعم وبتضحك من كلامه وبدات تعجب بيه. اليوم اللي بعده المدير بيعرفهم ان الاختبار دوت هو الاختبار قبل الاخير وانه واحد من اصعب واهم الاختبارات وهو خدمه العملاء لكل حاجه تخص جوجل ومطلوب منكم تذاكروا كويس. بيل عمال يذاكر اللي كان مش فاهم وبيقول لهم انه بياع شاطر لدرجه انه اقنع واحد يهودي يشتري منه لحم خنازير، لكن بيقولوا له الامتحان دوت بيعتمد على خدمه العملاء مش البيع ولازم تذاكر. بيلي قاعد بيذاكر في المدرج ومش فاهم اي حاجه برضه وعمال يكلم نفسه، فبيتفاجئ من حد بيصحح له معلومه وقدر بيل يفهمها منه. بيل بيقول له ما انت بتسمع اهو يا عم. الشاب بيوضح له انا مش جيد في التواصل مع الناس لكن بقدر اسمع عادي، وقعد معاه يذاكر له ويشرح له. تاني يوم بيبداوا الامتحان وادائهم كان كويس جدا مع العملاء، لكن المشكله ان بيلي نسى يدوس على زرار التسجيل عشان الشركه تقيم اداؤه. المدير بيتكلم معاه وان التفاصيل مهمه جدا وطالما ما عملتش تسجيل يبقى كانك ما جيتش الامتحان، والتيم بتاعه بياخد 0 بسبب بيلي.
والواد المتنمر فرحان فيهم. بيلي بيتأسف لتيمو وبيقول لنيك انه هيمشي من جوجل ويروح يشتغل مع صاحبه. نيك عمال يتحايل عليه يقعد، لكن هو مصمم يمشي لانه تسبب في اللي حصل. وبيجي اخر امتحان وكان خاص بالمبيعات. المدير بيقول لهم ملايين الشركات بتعلن مع جوجل، عايزكم تلاقوا حد مش معانا واقنعوه ينضم لينا، وعلى قد ما هتقدر تبيع على قد ما هتفوز في الامتحان ده كله. نيك متضايق ان بيلي مش موجود وان المبيعات دي ملعبه، وحتى التيم اتفاجئ انه مشي. بيقولوا له لازم يرجع، انتوا علمتونا ازاي نشتغل سوا كتيب واحد. وبالفعل نيك بيروح له وبيقدر يقنعه يرجع. باقي التيم كانوا في محل بيتزا بيحاولوا يقنعوا الراجل يعمل اعلانات معاهم، وما عندهمش المهاره في المبيعات. الراجل بيقول لهم معلش احنا شغلنا على القد ومش مهتمين باي مبيعات على الانترنت. الواد الياباني من كتر التوتر عمال يشد حواجبه لما يشغل خالص. وبيجي بيلي ونيك بيدخلوا محل تاني والراجل مش مهتم برضه، لكن بيل بيقول له عارف ايه اكتر حاجه بتخوف؟ هي التغيير. بيلي ونيك بيمدحوا في البيتزا بتاعته وان الصلصه بالفعل طعمها حلو جدا. تخيل لو البيتزا اللي بتعملها ديت وصلت للناس اللي مش عارفين مطعمك، شوف كميه المبيعات هتبقى قد ايه وقتها. وبيوروكوا الميتات بتاعت الناس على مطعمه وانهم فعلا محتاجين فروع جديده، وجوجل هتقوم بالحمله الاعلانيه، وقدروا يقنعوه في الاخر. بيجي كشف عن التيم اللي هيكسب. المدير مستغرب ان حد غير فيديو الاعلان، ولقى بيلي ونيك والتيم بتاعهم داخلين بعلب بيتزا وعمالين يوزعوها على الناس. المدير بيقرا العد اللي بيلي عمله مع محل البيتزا ومبهور، واتفاجئوا ان تيم بيلي ونيك قدروا يعملوا فرانشايز لمحل البيتزا، وانهم هيفتحوا كذا فرع جديد مش محل واحد بس اللي فيه الاعلان. المدير بيمدحهم وان تيمهم قدروا يشتغلوا سوا كفريق مترابط، وان هو ده اللي بيعملوه في جوجل. الواد المتنمر مش عاجبه، بيقول لهم ثواني بس ثواني، وحد قال لي حد مهم هنا هو اللي يجي يتكلم. راح قابله الشاب ابو سماعه وعرفه ان هو رئيس البحث في جوجل وان منصبه هو اهم منصب هنا. فبيقول له احنا هنا ما بنوظفش متملقين ولا متنمرين، يلا خد بعضك واتكل على الله. بيلي بيروح يشكر مدير اللجنه على كلامه مع انه كانش طايقهم اساسا، لكن بيتفاجئ من صاحبه ان هو ده اللي اداهم صوته من الاول خالص، وهو اللي وافق انكم تيجوا هنا. تشيتي بيوضح لهم ان هو ما اتعلمش تعليم راقي زي اكتر الناس اللي هنا، وانه بذل مجهود كبير عشان يوصل للمكان دوت. ولما لاحظ ان في تشابه ما بينهم قرر يديهم الفرصه ديت، وانه كل الوقت ده كان قاصد يرخم عليهم ويختبرهم بصعوبه. وبالفعل اثبتوا ان اختياره كان صحيح من الاول. وبكده يا جدعان نقول مبروك لفريق نيك وبيل على شغلهم في جوجل بعد ما كانوا خلاص بيفقدوا الامل. انصحكم تشوفوا الفيلم كامل لان فيه محادثات كتير حلوه وهتفيد اي حد مهتم بمجال المبيعات. ما تنساش بقى اللايك الجميل بتاعك وتعمل الشير، واحلى مسا عليكم.